عليكم. هنتكلم النهارده بقى عن تاني فيديوهات الميتفورمين، وهو الآثار الجانبية بتاعة الميتفورمين. الميتفورمين بيتاخد بعد الأكل عشان بيوجع المعدة، ولكن مش هو ده الأثر الجانبي المشهور ليه أو الخطر ليه. أشهر أثر جانبي للميتفورمين هو حاجة اسمها لاكتيك أسيدوزيس. لاكتيك أسيدوزيس دي يعني حاجة بتخلي الحمض أو بتخلي الدم حمضي، فبتعمل وجع في الجسم كله، وبتعمل سرعة في التنفس، بتلاقي بتنفس بسرعة، وبتلاقي في برودة في الأطراف، بتلاقي في غثيان وترجيع ومشاكل في الجهاز الهضمي. فلو حصل أي أثر من الآثار الجانبية دي لازم تعرف إن الميتفورمين اللي هو الجلوكوفاج أو أي حاجة تانية فيها ميتفورمين هي السبب. فخلي بالك، الميتفورمين في منه شكلين: واحد سريع المفعول وواحد ممتد المفعول. ممتد المفعول تلاقي بينتهي بكلمة اكس ار، جلوكوفاج اكس ار، او اس ار، سيدوفاج مثلا، ريتارد او ما شابه ذلك. الحاجات دي كلها ممتده المفعول، وممتد المفعول افضل من سريع المفعول لان الاثار الجانبيه بتاعته اقل، وبيتاخد بحد اقصى مرتين في اليوم كل 12 ساعه. سلام عليكم.